هو لازم ادي ابني مكمل غذائي؟ في الغالب الطفل اللي بيتم تغذيته بشكل صحي متوازن كارب وبروتين وفواكه وخضار ده الطفل اللي مش بيحتاج لمكملات غذائيه. ولكن احيانا في حالات معينه لازم تدي فيها الطفل مكمل غذائي. ايه هي؟ رقم 1 نقص فيتامين د. فيتامين د مهم جدا للاطفال علشان صحه العظام والاسنان وكمان النمو، وفي الغالب الاطفال مش بيحصلوا على الكميه الكافيه من فيتامين د سواء من التعرض للشمس او عن طريق الاكل الغني بفيتامين د. رقم 2 الانيميا ونقص الحديد، وده الطفل اللي بيحتاج ان هو ياخد الحديد كمكمل غذائي. رقم 3 ضعف الشهيه وسوء التغذيه. في الغالب ضعف الشهيه وسوء التغذيه احيانا بيكونوا مرتبطين بمشاكل في الجهاز الهضمي عند الاطفال، او الطفل مثلا عنده ديدان هي اللي مسببه له المشكله دي. علشان كده لو الطفل عنده ضعف في الشهيه وسوء التغذيه لازم تعملوا تحليل مناسب علشان لو عنده ديدان تعالج السبب وبعد كده ياخد مكمل غذائي. رقم 4 الاطفال النباتيين، وده في الغالب مش عندنا، هم بيعتمدوا في تغذيه الطفل على النبات فقط. ده طبعا ليه اضرار كبيره ودايما بيعانوا من نقص فيتامين بي 12. المكملات كويسه وكل حاجه، ولكن مش عمال على البطال هندي الطفل مكملات. احيانا بيكون ضررها اكتر من نفعها لو استخدمت بشكل خاطئ. جرعتها لازم يحددها طبيب او صيدلي لانها بتتوقف على عوامل كتير زي عمر الطفل ووزنه وحالته الصحيه. الخلاصه ان الاكل الصحي هو الاساس، المكملات فقط وقت الحاجه وتحت اشراف طبي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك والمتابعه وشيروا الفيديو مع غيركم علشان الكل يستفيد. سلام عليكم.